بيبدأ الفيلم على عصابة قتلت واحد والتاني هرب ومسكوه في الآخر وخدوا ميدالية كان معلقها وقتلوه هو كمان. وظهر مجموعة شباب بيلعبوا في المية بمراكب وراحوا حفلة بالليل، ودانيال جات له رسالة على تليفونه إنه يقابل حد بعد دقايق، وراح قابل واحدة صاحبته في المية ولسه بيتكلموا مع بعض. فجأة رجله نورت وطلعت نور جامد قوي، ونزل تحت المية يدار النور بإيديه وضرب واحد في المية زي شبح كده، وطلع شافته صاحبته بالنور بتاعه وطلعت تجري على أصحابها واترعبت هي وهم كمان. وجري دانيال بعيد وظهر تاني وكان فاقد الوعي وفاق، وواحد جاله وقال له ان رقم 3 مات، وسأله حد شاف حاجة؟ قال له طبعا، وظهر 3 علامات على رجله يعني 3 اتقتلوا قبله. وظهر الراجل اللي معاه وحرق صوره وراحوا يهربوا ومش عارف من ايه. وهنا بيسوق واضح ان هو بيحميه لانه محارب من الكوكب بتاعهم، وان في ناس كان اسمهم موجادوريين وبيقتلوهم وخلصوا على كوكبهم اللي كان اسمه لوريان، وجايين يستخبوا على كوكبنا اصل هي ناقصاهم. وهرب منهم 9 اولاد وعندهم قوة خاصة والمفروض انهم يحموا شعبهم لما يكبروا، بس فات الاوان لان شعبهم مات كله. وكان دانيال ده رقم 4 والدور جاي عليه. ووصلوا المدينة جديدة وادى هنري بطاقة جديدة لدانيال واسمه بقى جون سميث، وقال له حاول تتخفى، وقال له هنروح مدينة الفردوس. ووصلوا بيتهم اخيرا وصوروا هنري صورة ولغى كل حاجة على الانترنت. والباب خبط عليهم ولما فتحوا ملقوش حد، بس جون لقى كلب وخده معاه. وظهرت بنت في بيتهم القديم، ولما ما لقيتش بيانات فجرت البيت انفجار شديد قوي وما تأثرتش بالنار اللي طلعت عليها. وطلب جون من هنري انه يروح المدرسة ويختلط بالناس، وزور اوراقه هو كمان. وافق هنري بعد الحاحه واداله تليفون واتفق انه يكلمه كل ساعة وانه يبقى متخفي. وراح مدرسة وشاف واحدة بنت بتصور الاساتذة والطلبة كمان وتحطها على النت واسمها سارة، وكانوا بيعاقبوها ويفهموها ان ده غلط. وخدت بالها من جون لما كان بيبص عليها، وهي خارجة طلبت منها المدرسة تاخد جون وتعرفوا على فصله. ولما خرجوا وتعرفوا على بعض ووريته خزنته وفصله كمان وسابته ومشيت. وجاله واحد اسمه مارك وعرفه بنفسه واصحابه سألوه بيلعب ايه؟ قال لهم ما بيلعبش حاجة خالص. قعدوا يضحكوا عليه واتريقوا عليه ومشيوا. ومسكوا ولد تاني وخبطوه في حيطة ورموا له لعبته واتريقوا عليه. مسك جون لعبته وكلمه شوية وهو ساعده على فتح خزنته ومشي. وطلع جون قعد في الجنينة لقى مارك ده ضرب الولد برضه بالكورة ووقعه، وقعدوا يضحكوا عليه هو واصحابه. وراح له جون يطمن عليه وقالوا له هات الكورة. مسك جون الكورة وراح رميها في واحد خدته وطارت بيه، والعيال اترعبت منه وخدوا صاحبهم وجريوا. وكلموا الولد ده وواضح انه منطوي على نفسه جدا، وصورته سارة فورا. وظهر ناس شكلهم غريب عند بيت جون القديم وهم اللي قتلوا الولد اول الفيلم. وظهر جون في مدرسته وحصته يوتيوب، وجاله ماركو بيكلموا عن المكيفات. وفجأة جون لقى دي بتنور، اتوتر جدا وطلع يجري ودخل الحمام وحط ايده في المية ومفيش فايدة وفقد الوعي شوية. وبعدها جاله هنري وقال له ما تخافش، ده ورثك انت والتسعة معاكم الهبات دي، لان ابوك كان من الحرس اللوري. وقال له اعمل ايه؟ قال له تنفس بهدوء وهتتحكم فيها. وفعلا شوية وايده بدأت تطفي. ورجعوا بيتهم وقال له انك هتبقى اقوى واسرع، ولازم ادربك انك تركز وتتحكم في مواهبك، ولازم تبقى متخفي برضه. دخل جون اوضته ونور ايديه وعمال يلعب وهو فرحان قوي. وطلع بره ورمى طوبة وطلعت من الغلاف الجوي وقعد يجري ويتنطط. وراح لقى سارة في مكان واستناها خرجت وكلمها على صورها وقال لها انه معجب بشغلها، وهي قالت له انها بتشتغل جليسة اطفال كمان. واضح انهم معجبين ببعض شوية. وظهر سام الولد المنطوي ده ومعاه جوز امه وعمال يوبخ فيه. وجون وصل البنت لبيتها وعزمته على الاكل مع اهلها ودخل فورا. وقعدوا اتعرفوا عليه وهم بياكلوا وقعدوا يلعبوا لعبة واتبسط جون معاهم قوي. وطلعوا اوضتها واتكلموا شوية. وجه الكلب بتاعه تحت البيت ونزل فورا. وراح المدرسة وكلموا سام عن ايده اللي نورت. قال له دي خدعة. قال له خليك حذر لان سارة كمان مع مارك ومحدش بيقرب لها. ولما فتحوا الخزنة بتاعتهم وشهم اتملى دم وقعد الطلبة يضحكوا عليهم. وسام جري على مارك وزقه، وجون زق مارك بعيد اللي كان خايف منه قوي، بس جون سابه ومشي. وجاب سام تيشيرت لجون وقعد يغسل صورة بتاعت ابوه الحقيقي، وحكى له عن ابوه ان الفضائيين خطفوه والناس بتقول عليه مجنون. وخرج سام فجأة وراح جون وراه، ولما شاف سارة سابها ومشي وهي زعلت جدا. وراح هنري بيت ابو سام بعد ما بحث على النت وقعد يستكشف
المكان ولقى صخرة غريبة نصها بس، وراح جون الملاهي وسارة راحت له وقال لها ان مارك حذره يقرب منها، وهي قالت له انها انفصلت عنه ومارك طلع عليها سمعة وحشة، وكلهم صدقوه وكل الطلبة بعدوا عنها. وجون صدقها وقال لها تعالي نخش بيت الرعب، وقعدوا يضحكوا من الخضة. ونزلهم الراجل في نص السكة، وفجأة طلع لهم واحد وقع جون، ومسكوا سارة وقعدوا يضربوا في جون اللي ايديه نورت وضربهم، ورمى واحد خبطه في الشجرة، ورمى واحد تاني قعد يتخبط في الشجر ووقع في الاخر، وجري عشان يلحق سارة اللي مسكها مارك في الاخر، ولحق اللي مسكها وضربه عشان يقول له على مكانها. وكان سام شايفهم، ولسه سارة بتشتم مارك فوقعها على الارض، وجالهم جون وحاول مارك يضربه بس جون مسكه وكان هيكسر له ايده، بس سارة وقفته وسابه ومشي، وكان متضايق جدا بس وصل سارة لبيتها وبسته كمان وودعها وبقى فرحان قوي. وبعت له سام رسالة انه يروح له، وسأله سام انت مين، وحكى له انه عاوز يعرف اللي حصل مع ابوه. قال له جون ان ابوه كان معاه حق لان في كواكب تانية وفضائيين كمان. وهنا فرح جدا سام وقال له اكيد خطفوا ابويا. وقفوا جون انه ما يقولش لحد ابدا، وقال له على الناس اللي بيدوروا عليه، ووعدوا سام ومشي. وجالهم المأمور جيمس ابو مارك وقال لهم ان الاولاد اللي اتضربوا في المستشفى ومش عاوزين يتكلموا، وقال له جون انه كان مع سارة وما يعرفش حاجة، وسابهم جيمس وخرج. وهنا قال لجون حضر حاجتك عشان هنمشي، ووراله كمان الفيديو على النت انه لسه موجود وهو مش عارف يمسحه. ورفض جون انه يمشي واتضايق جدا هنري وطلع وراه، بس جون ضربه بايده وخبطه في الحيطه ووقعه. وهنري مسك خشبه ورماها عليه ووقفها جون ونط عليه ووقعه وخنقه. ولما سابه قال له ان الموج بيهلكوا المكان ويمشوا، وجم هنا ومفيش حد يقدر عليهم غير انت والخمسه الباقيين، ومش هيخليك تبوظ كل حاجه علشان بنت. قال له جون ان هو بيحبها ومش هينساها طول عمره ولازم يقاتل عشانها، وقال له قدامك يوم واحد عشان تودعها. ونزل جون يدور على هنري ما لقاهوش، وكلمه على تليفونه لقى واحد رد عليه وقال له تعالى في العنوان ده، وقفل معاه واتصل بسام وخده معاه. ولما وصله قال له يروح، بس سام راح وراه ولقوا راجل خرج من البيت وقال له جون يروح وراه ويقول له لو جه تاني. ودخل البيت لوحده وعمال يدور، وشاف هنري مربوط وراح له، طلع له واحد وضربه وفك هنري اللي قال له انهم عملوا له كمين ولازم يمشوا فورا. وجالهم واحد ماسك سام وقال لهم انه هيقتله، وجون طفى النور وضربوا الراجل، وجون شعلقه في السقف لما حاول يمسك بندقيه، والراجل عرفه وعمال يكلمه انهم ناس خطيره. وهنري بيقول له يلا نمشي بسرعه، ولسه هيتحركوا واحد فجر الباب وضرب جون، ونزل ودارت معركه جامده شويه، والراجل معاه سلاح جبار وضرب هنري بيه اللي قام وضربه ببندقيته. وجون وسام بيحاولوا يشغلوا العربيه ومش عاوزه تشتغل، وراح لهم هنري وقال له شغل العربيه يا جون انت تقدر، وحاول. والراجل جاي عليهم وضرب سيف على جون، بس هنري ضحى بنفسه عشان ينقذ جون اللي ضرب الراجل وطيره، وشغل العربيه اخيرا وجريوا بيها. وهنري ادى جون حجر مقسوم نصين وقال له انه مالكم بيستخدمه عشان يلاقي الخمسه الباقيين. وعرف سام ان ابوه كان بيساعدهم، ومات هنري بعدها. وسام قال لجون ان الشرطه بلغت عنهم هو وهنري انهم ارهابيين ولازم يمشوا بسرعه. والشرطه لقت الاتنين اللي قتلهم المغل، وظهرت البنت الغريبه اللي حرقت بيت جون. وجون مسك الحجر وقال له سام انه معاه واحد زيه، وقال له جون هاته وانا هروح اقابل ساره. وراح حفله وكان بيدور على ساره، ولما لقاها قال لها احنا مش ارهابيين. وجت الشرطه تقبض على جون، ولسه جون هيمشي حاولت توقفه ووقعت من على السطح، وهو وقفها في السكه ونزل ومسكها. والشرطه اتحركت وراه وجري هو وساره، ووقف عربيه شرطه بايده ورماها وكمل جري. وهي قالت له تعالى معايا. وظهر جيمس وابنه اللي بيقول له انا عارف هم مين. وفجاه طلع قدامهم المغل ومسكوا جيمس وخبطوه في الحديد، ومسكوا مارك اللي هيوصلهم لجون وقال له نلاقيه فين. وظهر جون وساره في المدرسه وقالت له وريني انت بتعمل ايه. نور لها ايده، وظهرت العصابه كلهم وطلعوا اسلحتهم الفتاكه وبدأوا البحث. واتصل سام بجون وقال له امشي بسرعة من مكانك، وعرفوا ان كلبه معاه. وفجأة الكهرباء قطعت وجري هو وسارة، وسمعوا مارك بيقول لهم اهربوا بسرعة، وضربوا مارك في الازاز وجري جون وسارة. وفجأة الباب اتفجر وظهرت البنت الغريبة وضربت النار على اتنين كانوا وراهم، وهم كمان ضربوا عليها نار بأسلحتهم. والبنت نطت وتحولت لبخار ومسكت واحد منهم وقتلته، واختفت وضربت التاني في رجله وراحت قتلته اخيرا. وقالت لجون ما تنشرش حاجتك على النت، وقالت له انها رقم 6. وخدتهم سارة يهربوا من نفق. وسام بره لقوا حيوانات غريبة خرجت من عربية الموج وطاروا كمان. وفجأة الكلب كمان شكله اتغير وكبر قوي، وجري سام فورا. وظهر جون وسارة ورقم 6 ماشيين، وانضم لهم سام وادى الحجر لجون وقال له اللي حصل وسلم على البنت، وقال لها انت رقم كام؟ ما ردتش عليه. وسألوا جون ايه اللي خرج من العربية، نط عليهم فورا الحيوانات الغريبة واتنين منهم كمان، ورقم 6 بتضرب في الناس. وجون خلى الحيوان يجري وراه ودخل ممر وقفل
كسر الحيطة عليه، وقام الوحش وقعد يحاول يضربه، بس ضربه جون في الحيطة وجاله الكلب ومسك الوحش وقعدوا يضربوا في بعض. ونرجع لرقم 6 اللي اترمى عليها قنبلة واتفجرت جنبها وعمالين يضربوا عليها نار، وجالهم جون وخبطهم هما الاتنين. ورقم 6 قالت له طاقتي خلصت اشحني دلوقتي، وشحنها فعلا، وقعدوا يضربوا فيهم شوية واتخلصت رقم 6 من واحد منهم، وجون بيضرب في التاني ورمت له رقم 6 سلاح وخده وراح قتل الراجل بيه فورا. ونرجع للحيوانات اللي بيعجنوا في بعض، والكلب خد ضربة جامدة وفاق ومسك الوحش من رقبته وقتله أخيرا ورجع زي ما كان كلب. والأربعة خرجوا على الملعب وطلع لهم الحيوان التاني وظهر لهم 3 من المغبي وبيضربوا عليهم نار، وجون عمال يصد. وطلب جون من سام انه ياخد سارة للنفق تاني، وطلع لهم واحد منهم وضربوا سام وقتله. وجون ورقم 6 بيحاولوا يتخلصوا من الباقيين، و6 قتلت واحد منهم، وجون ضرب زعيمهم في الحيطة وسابه عشان ينقذ 6 علشان خدها حيوان وطار بيها، ووجه سلاحه عليه وساب رقم 6 فورا. وزعيمهم جهز طلقة وضرب رقم 4 اللي صدها ووقع، وقتلت رقم 6 الحيوان فورا، ووقعت هي كمان. وراح لهم رئيس المغ ده ومسك جون ولسه هيقتله، شغل جون القنابل بتاعته بالأشعة اللي معاه، وطارت رقم 6 وخدت جون بعيد وانفجر رئيسهم انفجار شديد قوي. ورقم 6 حمت جون من الانفجار بجسمها لأنها مضادة للحريق، واتجمعوا الأربعة مع بعض، وبعد كده حطوا الحجرين مع بعض وعملوا ضوء كبير وانفجر الحجر، وعرفوا مكان الباقيين وهيروحوا لهم. وجالهم مارك وادى الصندوق بتاع جون ليه وقال لهم روحوا ناحية الغرب لأن أبوه هيروح ناحية الشرق. وشكروا جون وبلغ رقم 6 إن سام هيروح معاهم علشان يلاقي أبوه، وودعهم جون وجاله الكلب بتاعه وخدوا جون ومشيوا. انتهى فيلم النهارده يا شباب، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من تمناه فيلم.